أهلا بكم في كايرو دار. هنستكمل مع بعض الفصل الخامس. تعرفنا في الجزء الأولاني من الفصل الخامس باحتلال بعض البلاد العربية على رأسها طبعا منطقة الخليج، سواء خليج عمان أو خليج العربي، سواء كان أيام الحملة الفرنسية أيام محمد علي. عرفنا استعمار جزء هام جدا وجزء كبير طبعا تم احتلاله أكثر من 130 سنة وهي الجزائر. هنستكمل مع بعض المسيرة باحتلال تونس والمغرب وليبيا. نبدأ نشوف احتلال تونس. ايه الظروف التي هيأت لفرنسا أن تتجه لاحتلال تونس؟ أولا، فرنسا تريد تكوين إمبراطورية فرنسية في الشرق، شرق إفريقيا أو شمال إفريقيا. هنا في عوامل مساعدة هامة جدا لفرنسا. أولهم عدم مقدرة الأسرة الكرملية في طرابلس اللي هي ليبيا يعني، ولا بياض تونس التصدي لها. بياض تونس مقصود بها هنا حكام تونس، يطلق على الحاكم باي، فهنا بياض تونس أي حكام تونس. يبقى ولا حكام تونس ولا الحكام اللي في ليبيا في مدينة طرابلس اللي هي الأسرة الكرملية هيقدروا يقفوا قدام ويتصدوا لفرنسا. كما إن السلطان العثماني لديه سلبية منذ احتلاله من الجزائر، ولكن السلطان العثماني يبدأ كأنه بيفوق بقى. في عام 1835 يقوم السلطان العثماني بمحاولة لإنقاذ الموقف واستعادة الحكم المباشر على ليبيا وتونس، حيث في 1835 ينجح السلطان في طرد الأسرة الكرملية من ليبيا ويسيطر على ليبيا. وفي عام 1836 يتجه بإرسال قطعة حربية إلى تونس. بيبعت قطعة حربية لتونس ليه؟ للسيطرة عليها، ولكن فرنسا اعترضت بحجة أن تونس لها كيان مستقل ولا يحق للسلطان التدخل في شؤونها. طبعا هنا الواضح أن فرنسا بتمهد لاحتلال تونس، لأن لما اتجه لليبيا لم تتدخل، ولكن عندما قرب من تونس تدخلت. ولكن تونس مش موضع ولا محط أنظار فرنسا بس، ده تونس في دول تانية طمعانة فيها، إنجلترا، إيطاليا. طبعا إيطاليا حققوا وحدة إيطالية وانطلقوا لعمل إمبراطورية استعمارية، وبدأت تتسابق الدول الثلاثة في كسب الأعوان داخل تونس والحصول على أكبر قدر من الاستثمارات في تونس. المفاجأة إن هيساعدهم في ذلك حكام تونس، لأن حكام تونس يريدون النهوض بالبلاد سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسكريا، وبالتالي هياخدوا الخبرة من مين؟ من هذه الدول. ومن هنا تبدأ بقى القصة. يبدأ الباي محمد ده حاكم تونس، بيصدر عهد الأمان بمقتضاه يتساوى كل المواطنين أو يتساوى المواطنين أمام القانون. ثم يصدر الباي محمد الصادق هيصدر دستور هام جدا اسمه دستور 1861. هذا الدستور اللي من خلاله أقيمت وفي عهده أقيمت عدة مشاريع للسكك الحديدية، للبرق، للمواني على يد شركات فرنسية وإنجليزية. تزيد الامتيازات للدول الأوروبية، وتحصل كل من فرنسا وإنجلترا وإيطاليا على حق امتلاك أراضي داخل تونس، وتبدأ سياسة الاقتراض من هذه الدول حتى وقعت تونس في أزمة مالية وأفلست وتصاعدت المنافسات الدول الاستعمارية. طيب هنا إيه اللي هيحصل بقى؟ ودي بقى المفاجآت اللي هتحصل. في ذلك الوقت كانت حرب دائرة ما بين السلطان أو الدولة العثمانية يعني وروسيا كسبت الحرب عام 1878 وتفرض على السلطان معاهدة سان ستيفانو التي أدت تؤدي إلى ظهور بلغاريا أكثر من اللازم، وأصبحت بلغاريا بمثابة مخلب قبط لروسيا، وتحالفت مع روسيا للانقضاض على الدولة العثمانية لتصبح تحت التوجيه الروسي. فيصبح التوازن الدولي هنا لصالح فرنسا، لصالح روسيا. يعني هنا في خلل في التوازن الدولي، والتوازن هيبقى لصالح مين؟ روسيا التي اقتنصت بلغاريا. وهنا أصبحت أوروبا على شفا حرب من أجل مستقبل الدولة العثمانية. لذلك نجد المستشار الألماني بسمارك يدعو الدول الكبرى المتنافسة على تسوية مشاكلها وعمل توازن دولي في مؤتمر برلين بألمانيا، ولكن مش على حساب روسيا، هيبقى هنا على حساب الدولة العثمانية. طبعا تبدأ عقد المؤتمر. ايه نتيجة المؤتمر؟ النتيجة ان فرنسا او الاول انجلترا هتقتنص قبرص مقابل الدفاع عنها، فتغضب فرنسا فتطلق يديها في تونس، يعني تونس هتحتل. يبقى هنا انجلترا خدت قبرص، فرنسا خدت تونس طبعا، ومتساويين مع روسيا اللي خدت بلغاريا، وده بقى حلف. في نظير الناحية الثانية نجد ايطاليا تتجه للحلف المعادي، حلف مين بقى؟ ألمانيا والنمسا والمجر،
ضد طبعا تحالفات فرنسا وروسيا وانجلترا. يعني نخرج من هنا ان مؤتمر برلين ادى في النهايه لاحتلال تونس. ايه سياسه فرنسا في تونس؟ عملت فرنسا على تسخير الوضع في تونس، وعملوا على مسخ الشخصيه العربيه الاسلاميه في تونس، ولكن تونس وقفت بشده وحافظت على شخصيتها الاسلاميه. ازاي؟ عندما تاثر التونسيين بالدعوه للجامعه الاسلاميه اللي كان بيدعو بيها مين بقى؟ السلطان عبد الحميد الثاني، الشيخ جمال الدين الافغاني وغيرهم، وتشكلت احزاب وطنيه لمقاومه الاستعمار الفرنسي. يبقى هنا تونس تحافظ على شخصيتها العربيه الاسلاميه. وبعد انتهاء الحرب العالميه الاولى بدأ زعماء من تونس يتجهون الى مؤتمر الصلح في باريس، استنادا لمبدأ تقرير المصير الرئيسي الامريكي ويلسون، زي ما حصل ايام سعد زغلول لما راح برضه مؤتمر الصلح، ولكن فشلوا. يعني نقدر نقول رفضوا الاستماع اليهم كما حدث طبعا لمصر. وخلال الحربين العالميتين، الحرب العالميه الاولى والثانيه، بدات تتميز هنا شخصيه وتظهر بقوه، وهي شخصيه الحبيب بورقيبه، الذي قام بالجمع بين الثقافتين العربيه والفرنسيه ليحرك الجماهير. وهنا في بدايات الحرب العالميه الثانيه، ده الكلام ده خلال الحربين حبيب بورقيبه، ولكن في بدايات الحرب العالميه الثانيه هزمت فرنسا، وده اضعف من وجودها وموقفها امام الحركه الوطنيه في تونس. فرنسا ضعيفه وبدات تسقط امام الجيوش الالمانيه في الحرب العالميه الايه؟ الثانيه، ولذلك واجهت فرنسا ضجه عالميه، لان كان في مؤتمر وطني منعقد في تونس سنه 1946، هي اعتقلت كل قاده المؤتمر الوطني، حطتهم في السجن. وهنا في 52 تم عرض القضيه على الامم المتحده، وبضغط عربي وضغط عالمي ومن مصر ضغط شديد، اضطرت فرنسا لاعلان الاستقلال لتونس في مارس 56. ولكن ظلت محتفظة بقاعدة بحرية تسمى بنزرت، ما سابتش بنزرت إلا عام 1963. ده قصة استقلال تونس. هننتقل بقى لجزئية أخرى وهي فرنسا في مراكش، قصة مراكش واحتلال مراكش. فرنسا قبل ما نتكلم عنها في مراكش احنا هننظر للتاريخ القديم شوية من القرن ال16، يعني في بدايات التاريخ الحديث. في البدايات وفرنسا أو أسبانيا والبرتغال في مواجهة استعمارية أمام مراكش، وبالفعل في عام 1578 هجمت أسبانيا والبرتغال على مراكش في معركة مشهورة تسمى وادي المخازن، فتصدى لهم المنصور السعدي في معركة كانت رهيبة جدا، انتصر فيها انتصارا أنقذ الشمال الإفريقي من احتلال، ولكن سبتة ومليلة ظلت تحت السيطرة الأسبانية. وفي عام 1767 فرضت فرنسا على سلطان مراكش معاهدة الامتيازات، واتجهت مراكش إلى التحديث وقدمت لها الخبرة في مجالات المدنية والعسكرية. واستغلت فرنسا بعد ذلك حوادث حدثت على الحدود ما بين الجزائر والمغرب اللي هي مراكش، وفرضت سيطرتها على مناطق هامة عند مدينة تسمى كولومب بيشار داخل مراكش، وهنا تقف لتمهد لاحتلال بقية مراكش. ازاي؟ ده من خلال صفقات هامة جدا هتقوم بعملها. أول صفقة اتفاقية عام 1902 بين إيطاليا وفرنسا، حيث إيطاليا تعترف لفرنسا بأنها تسيطر على مراكش مقابل اعتراف فرنسا بنفوذ إيطاليا في ليبيا في منطقة برقة وطرابلس. يعني إيطاليا في ليبيا، فرنسا في مراكش. وفاق ودي عام 1904 بين إنجلترا وفرنسا، إنجلترا في مصر، فرنسا في مراكش. وكذلك مع أسبانيا، أسبانيا التي حصلت مقابل أن توافق أن فرنسا تاخد مراكش، تاخد منطقة في مراكش تسمى الريف. هنا دي مساومات وصفقات بتعقدها فرنسا عشان تسهل احتلال ايه؟ مراكش. صفقة مع ايطاليا، مع اسبانيا، مع انجلترا. نسيت دولة هامة هنا وهي دولة المانيا. وهنا المانيا تعترض على هذه الصفقات. المانيا بقيادة ويليام الثاني يعترض بشدة ويدعو لعقد مؤتمر عاجل في الجزيرة، مؤتمر الجزيرة عام 1906 لإنقاذ المغرب وإنقاذ مراكش وإفشال وإفساد هذه الصفقات. طب ليه؟ لأن ألمانيا ليها عدة مشاريع في المنطقة العربية تم رفضها. على سبيل المثال خط سكة حديد برلين بغداد اللي كان عايزين يوصلوه لمدينة قزمة بالكويت. نجد إنجلترا تعقد صفقة أو اتفاقية مع أسرة آل الصباح في الكويت حتى يتم إفساد هذا المشروع. يعني معنى كده إن في جذور قديمة إن إنجلترا كانت واقفة ضد المشروع الألماني. كذلك استبعدت وفشل مشروع مماثل
اللي خط سكة حديد لمنطقة طابة. فوجدت ألمانيا أن هؤلاء يوزعون نفوذهم مع استبعاد ألمانيا، لذلك أعلن قيصر ألمانيا معارضته الشديدة لهذه الصفقات، وأعلن أنه هيساند مراكش، وهنا طلب بعقد هذا المؤتمر. طبعا ده كله جه على هوى وعلى رأي مين بقى؟ سلطان مراكش اللي هو السلطان عبد العزيز. وهنا عقد المؤتمر. ايه اللي حصل في المؤتمر؟ وقفت بصلابة انجلترا مع فرنسا، ولم يقف مع ألمانيا سوى حليفتها النمسا. وطبعا النمسا مش بنفس قوة ومش نفس مستوى حليفة مين؟ فرنسا، وبالتالي ألمانيا تبقى وحيدة هنا. فخرجت فرنسا من القوة أو من المؤتمر قوية جدا، فخرجت من المؤتمر فاجتاحت قوتها مراكش عام 1907. ولما دخلت احتلت مراكش عزلت السلطان عبد العزيز لأنه يؤيد ألمانيا، وعينت مكانه مولاه عبد الحفيظ، وهنا تدهورت مكانة أمير المؤمنين. ظهر في النهاية تم احتلال مراكش. ألمانيا هتسكت؟ ألمانيا مش هتسكت، هتبعت أسطول حربي لميناء أغادير بمراكش للتهديد باستخدام القوة. هنا ألمانيا هتبقى في مواجهة مباشرة مع فرنسا، وممكن تبقى مواجهة حربية. دول الوفاق أو إنجلترا هتقف مع فرنسا، ولكن فرنسا خلاص اعتقدت تماما واقتنعت إن هي لازم تراضي ألمانيا، ومن هنا تم الاتفاق. تم الاتفاق مع قيصر ألمانيا إن هم فرنسا تتنازل عن جزء من الكونغو الفرنسية لألمانيا مقابل الانسحاب، ووافق قيصر ألمانيا وانسحب من ميناء أغادير مقابل الحصول على جزء من الكونغو. وهنا تمكنت فرنسا من إعلان الحماية على مراكش 1912، واحتلت أسبانيا منطقتي الريف والصحراء. أما طنجة وضع تحت إشراف دولي. اشمعنى؟ طنجة موقعها هي موقع في مراكش تعتبر المفتاح الجنوبي لمضيق جبل طارق، وجنوب أو مضيق جبل طارق أصلا مستعمرة إنجليزية، فإنجلترا بترفض توضع هذا الميناء أو ميناء طنجة تحت إشراف أي دولة كبرى عشان تحمي إيه؟ مستعمرتها اللي هي مستعمرة مين؟ جبل طارق، اللي يعتبر جبل طارق ده هو المفتاح الغربي لمدخل البحر الأحمر أو البحر المتوسط، وبالتالي ده جزء مهم جدا استراتيجي بالنسبة لإنجلترا، فإنجلترا رفضت. يبقى هنا ميناء طنجة هو المفتاح الجنوبي لجبل طارق، وجبل طارق يعتبر المفتاح الغربي للبحر الايه؟ المتوسط. طيب كده الموضوع انتهى باحتلال مراكش. نبدأ بقى نشوف قصة الكفاح. الكفاح هنقسمه مرحلتين، مرحلة قبل الحرب العالمية الثانية، مرحلة بعد الحرب العالمية الثانية. قبل الحرب العالمية الثانية حمل اللواء المقاومة الأمير محمد عبد الكريم الخطابي. محمد عبد الكريم الخطابي بدأ في كفاحه عام 1922 حتى عام 1926، ولم يهزم إلا بعد تحالف فرنسا مع أسبانيا ضده، واستسلم طبعا، وبدأ يستقر الاستعمار الأسباني في الريف. ثم مرحلة تانية وبدأ فيها الفرنسيين بعمل زي تفرقة بين أبناء المجتمع الواحد هناك، حيث الإيقاع بين البربر والعرب، مثلما حاولت إنجلترا في مصر الإيقاع بين المسلمين والأقباط. تحركت قوة وطنية خاصة كتلة العمل الوطني والحزب الوطني للضغط على فرنسا، وقعت صدمات كبرى بين الوطنيين وسلطات الاحتلال. ده شكل المقاومة قبل الحرب العالمية الثانية. أما مع بدايات الحرب العالمية الثانية قاد حركة الكفاح السلطان محمد الخامس. محمد الخامس قدم مساعدات كبيرة جدا لفرنسا والحلفاء في الحرب العالمية الثانية. طب ليه بتساعدهم ليه؟ وعدوه بالاستقلال، يبقى مقابل وعد بالاستقلال بيساعدهم زي ما حصل في مصر أيام مصطفى النحاس. طيب ولكن الحرب بعدها انتهت، تخلوا عنه، فتصاعدت الحركة الوطنية، وانتقل بطل مغربي يسمى علال الفاسي إلى لجنة تحرير المغرب هنا في القاهرة، واهتز الوجود الفرنسي في مراكش، وأدى التصاعد إلى تهور الفرنسيين، فقبضوا على محمد الخامس وعزلوه ونفوه خارج البلاد سنة 53. نشطت الحركة الوطنية بثورة كبيرة تطالب بعودة محمد الخامس والاستقلال، وأصيب الفرنسيين في هذه الثورة بخيبة أمل. ليه أصيبوا بخيبة أمل؟ لأنهم فشلوا في الإيقاع بين البربر والعرب. لماذا؟ لأن زعيم البربر بنفسه وهو الزعيم الجلاوي انضم للحركة الوطنية، وبدأ يطالب بنفسه أن يعود محمد الخامس إلى عرشه. محمد الخامس ده هو يعتبر زعيم العرب، وبالفعل عاد محمد الخامس عام 1955، وفي عام 1956 اضطرت فرنسا
إلغاء الحماية وإعلان استقلال مراكش، كما أن أسبانيا لغت حمايتها على الريف والصحراء. أما طنجة تم إلغائها أيضا من الإشراف الدولي، وكده تحقق الاستقلال كاملة عام 1956، ولم يبقى لفرنسا في هذه المنطقة سوى موريتانيا، دولة موريتانيا التي استقلت سنة 1960، ثم فيما بعد جيبوتي استقلت عام 1977. ده الاستقلال في المنطقة العربية الإفريقية، لأن احنا هناخد بعد ذلك في الباب السادس احتلال فرنسا للمناطق في آسيا اللي هي منطقة سوريا ولبنان. ده قصة مراكش. هننتقل دلوقتي لاستعمار ليبيا واحتلال طبعا إيطالي كبير لليبيا. أولا إيطاليا كانت تريد عمل إمبراطورية استعمارية، وعملت فعلا مستعمرتين في شرق إفريقيا، في أريتريا والصومال، طبعا بعد انسحاب الجيش المصري. لو خدناه في الجزء المصري بعد الثورة المهدية، لما انسحب الجيش المصري استولت على أريتريا والصومال. وكانت تريد احتلال تونس، ولكن كلنا عارفين سبقت فرنسا في مؤتمر برلين وخدت تونس، وده أدى لغضب إيطاليا وانضمت للحلف المعادي زي ما احنا قلنا لفرنسا، الحلف المعادي لفرنسا. ثم عقدت صفقة في عام 1887 مع بعض الدول الكبرى، على رأسها ألمانيا والنمسا وأسبانيا وإنجلترا، لمنع فرنسا من احتلال مراكش أو ليبيا. ولكن تم الاتفاق إن إيطاليا تتجه إلى إيه؟ إلى ليبيا. نبدأ بقى نشوف إيه الأسباب. إيه الأسباب اللي خلت إيطاليا تتجه لليبيا؟ أولا احتلال إيطاليا لليبيا ترضية لها تحفظ كرامتها الدولية، يعني كيوتها متهانة فهي عايزة تحفظ كرامتها، رغم إن ليبيا تفتقر المغريات الاستعمارية، دولة غير مغرية استعماريا. لو كانت مغرية استعماريا كانت إنجلترا في مصر مش هتسيبها ولا فرنسا هتسيبها، ولكن تركوها لإيطاليا لتحفظ كرامتها. كذلك إن طرابلس ليبيا هي المنطقة الوحيدة المتبقية في شمال إفريقيا غير مستعمرة، وفي ميزة إن هي قريبة من إيطاليا، كمان يمكن أن تشكل رأس حربة لتوسعات إيطاليا داخل قارة إفريقيا. كل دي تعتبر حاجات إلى حد ما تنفع لإيطاليا إن تاخدها نقطة انطلاق داخل قارة إفريقيا. ولكن إيطاليا قبل ما تبدأ تحتل ليبيا تبدأ تعمل مؤامرات وموافقات دولية لاحتلالها لليبيا، حيث حصلت على موافقة من بريطانيا وأسبانيا، وكذلك موافقة من روسيا لما عملت صفقة كبيرة مع روسيا بعدم معارضة إيطاليا لروسيا في التحكم في المضايق التركية اللي هي مضيق البسفور والدردنيل، مقابل اعتراف فرنسا لإيطاليا أن تحتل ليبيا. عقدت كذلك مع فرنسا سنة 1902 صفقة، إيطاليا تطلق يد فرنسا في مراكش مقابل فرنسا تطلق يد إيطاليا في ليبيا، ومن هنا هيبدأ الاحتلال الإيطالي في ليبيا. ولكن هل الاحتلال بدأ بشكل عسكري وهنبعت جيش؟ لا، بدأ بغزو اقتصادي، حيث بدأت تتغلغل في المجتمع وفي الشؤون الليبية. ازاي هتتغلغل فيه؟ من الناحية الاقتصادية قامت بإنشاء فرع لبنك روما يسمى بنكو دي روما، وأنشأته في طرابلس. زودت نشاط بعثات تبشيرية كاثوليكية، تبشير بالدين المسيحي الكاثوليكي. إقامة عديد من المدارس الإيطالية، حديث طبعا لنشر الثقافة واللغة الإيطالية، والعديد من المشروعات الأخرى في إيطاليا. هذا التوغل عشان تتوغل من كل نواحي اقتصادية ودينية وثقافية، يبدأ بعد هذا التوغل الكبير في سبتمبر عام 1911 ترسل إنذار للسلطان العثماني بتقول له إن فقدان الأمن في ليبيا يهدد مصالحنا الاقتصادية، وبناء عليه هنبعت جيش يحمي مصالحنا. وفعلا بعتوا أسطول ضخم إيطالي دخل ليبيا بكل سهولة. ليه؟ لأن كانت المقاومة العثمانية هناك ضعيفة جدا. بما تفسر ليه مقاومة الدولة العثمانية ضعيفة؟ لأن الدولة العثمانية سحبت جزء كبير من قوتها وأرسلته لقتال إمام اليمن، كانت في ثورة في اليمن، وبالتالي كان لازم السلطان يبعت جيش. حاول يبعت جيش من مصر، رفضت إنجلترا عبور قوات عثمانية من مصر، خلاص مفيش حد هيعدي من مصر. طب حاول يبعت من البحر، صعوبة إرسال قوات من البحر لوجود أسطول إيطالي يحاصر الشاطئ الليبي. طيب إلى جانب بقى الشاطئ أو الأسطول الإيطالي بدأ يضغط بقوة على جزر تابعة للسلطان تسمى جزر الدوديكينيز التابعة للدولة العثمانية، ومن هنا السلطان هيتلخم بقى طبعا وهينشغل في قصة الجزر ويترك مين؟ ليبيا. وهنا تتمكن إيطاليا من السيطرة على كل المدن الساحلية، على مدينة طرابلس، على ديرنا، على بني غازي، كل ده بسبب التفوق البحري والتفوق البري. ثم قامت العشائر العربية هناك بالمقاومة، ولكن مقاومتهم ضعيفة، سواء
كانوا من الناحيه الماديه او العسكريه مش هيقدروا يصمدوا قدام الجيوش الايطاليه. تبدا كده الاحتلال. كفاح شعب ليبيا. الكفاح يكمن هنا ان الايطاليين سيطروا على الساحل، اما الداخل كان في يد العشائر على راسهم السنوسيين. وفي اعقاب دخولهم طبعا للحرب العالميه تصاعدت الموقف وبداوا يقفوا ضد ليبيا، حتى ان عرب ليبيا بداوا ينتخبوا ويبايعوا واحد منهم يسمى محمد إدريس السنوسي ليكون أميرا على برقة وطرابلس عام 1922. ده تزامنا في نفس الوقت يعني اللي تصاعد فيه الحزب الفاشي أو الفاشيست ليحكم إيطاليا، وده طبعا حزب متشدد زي الحزب النازي في ألمانيا بقيادة هتلر. وصعد هذا الحزب وتولى واحد منهم وهو موسوليني حكم إيطاليا. وهنا بقى كانت كارثة. ليه؟ لأن حكم موسوليني أدى إلى اعتناقه بعض المبادئ الغريبة، وهي رغبته في إحياء الإمبراطورية الرومانية القديمة، وإن البحر المتوسط ده بحر إيطالي اللي هو بحر الروم، وإن ليبيا جزء لا يتجزأ من إيطاليا. ومن هنا بدأ الإيطاليين بقيادة موسوليني بيشنوا غارات هجمية شرسة على الليبيين، وتصدى لهم مقاومة برضو شرسة جدا بقيادة عمر المختار. عمر المختار الذي أوقع بالإيطاليين خسائر فادحة، حتى أرسلوا له قائد إيطالي كبير يسمى جرزياني، الذي نجح في النهاية في القبض على عمر المختار وإعدامه 1931. السؤال هنا في الجزئية دي سؤال جه قبل كده في الامتحان، بيقول لي هزيمة المقاومة الوطنية في ليبيا وسقوط عمر المختار أسيرا في إيد الإيطاليين. ليه؟ ليه سقط أسيرا بالشكل ده؟ هنقول بسبب كثرة المذابح والمحاكمات وأعمال البطش الذي قام بها القائد الإيطالي جرزياني، إلى جانب التفوق العسكري الإيطالي، إلى جانب تأييد الدول الكبرى لإيطاليا لكسب صداقتها على حساب حرية الشعوب. طيب كيف استقلت ليبيا؟ هنقسم الاستقلال في جزئية هامة جدا، وهي قبل الحرب العالمية الثانية إيطاليا مسيطرة على ليبيا وأريتريا والصومال، وهذا يمثل خطر واضح على وادي النيل، خاصة بعد احتلالهم كمان للحبشة في عام 1935. أثناء الحرب العالمية ليبيا كانت مقر قوات المحور، قوات ألمانيا وإيطاليا اللي كانت بقيادة الجنرال رومل. ولكن لما هجموا على مصر بعد سقوط بني غازي بقيادة رومل انهزموا في العالمين، في صحراء العالمين، فتخلصت ليبيا من الاستعمار الإيطالي. يعني نقدر نقول استقلت ليبيا. استقلت ليبيا من الاستعمار الإيطالي أثناء الحرب، يعني سنة 43. ولكن بعد الحرب عمل الحلفاء إنجلترا وفرنسا على تقسيم ليبيا للنفوذ فيما بينهم، ولكن مصر وقفت بقوة ضد هذا التقسيم لإبعاد أي أطماع إنجليزية أو فرنسية عن ليبيا، ورفعت القضية للأمم المتحدة. وبدور مصر القوي في الأمم المتحدة تم استقلال ليبيا وتوحيدها رسميا عام 1951. يبقى كده الاستقلال النهائي من إنجلترا وفرنسا، ولكن من إيطاليا كان أثناء الحرب سنة كام؟ 43. كده بالجزء بتاع ليبيا نكون وصلنا لنهاية الفصل الخامس. تابعونا بقى نكمل قصة استعمار البلاد العربية، ولكن بعد الحرب العالمية. بعد الحرب العالمية، لأن جزء الباب الخامس ده كله كان قبل الحرب العالمية. فتابعونا بقى كمان في الجزء اللي جاي، هو احتلال، سواء بقى ثورة، هنتكلم عن ثورة العرب، أو احتلال سوريا ولبنان والعراق.